تحب تشتري من الانترنت ما عندك بطاقة ائتمانية، انصحكم بموقع زون ستور للتسوق الالكتروني. موقع يتيح لك توصيل المنتجات اللي تحتاجها من امازون مع كود التخفيض امين عن زد خصم 10%. السلام عليكم، هلا والله شباب، شلونكم؟ ان شاء الله طيبين، وياكم اخوكم امين حسين من قناه تينجلز ستيشن يا عمري. بالبدايه رمضان مبارك علينا وعليكم بالصحه والعافيه. فيديو اليوم راح يكون للعبه كلاش اوف كلانز، راح نشوفكم ابرز الامور اللي تطرق الابديت الجديد اللي نزل لهذه اللعبه واضاف اللغه العربيه. بالنسبه للشيء الثاني راح نشوفكم صوره انتشرت بالفيسبوك والتويتر بعد التحديث الجديد، انه تقول اكو رموز شيطانيه او رموز للماسونيه بداخل هذه اللعبه، فراح نتطرق لهذا الموضوع. راح نحكي حول انه الماسونيه قاعد تنتشر بالالعاب بشكل كبير، وشنو رده فعل او شنو انطباعي حول هذا الموضوع بعد ما اقارن لكم الصوره الاصليه للشيطان مع الصوره اللي موجوده باللعبه اللي ناحتيها بالقريه مالتي. فاذا حاب تعرف كل هذه الشغلات تابعوا يعني المقطع، بس لا تنسى اللايك والفيفورت والسبسكرايب. بلش يا حبيبي، ليتس جو. اوكي شباب، راح نبلش الان على بركة الله نبتدي هذا المقطع. طبعا هذه اول حلقه اصورها من الكمبيوتر، فاعتذر اذا صارت بعض الاخطاء بالانتاج. خلينا نجي للرسمه اللي انتشرت بشكل كبير. إذا تجون هذه الزاوية حلو، تنتبهون على هذه الرقصة، انتبهوا على هذه الرقصة، اوكي حفظتوها؟ هذا مكانها. إذا نروح لغير زاوية ما راح نلقاها، هذه الزاوية الأولى ماكو. نروح على الزاوية الثانية هلا الزاوية الثالثة همين ماكو. نروح على الزاوية الرابعة همين ماكو. فلأنه هذا المكان فيس تو فيس، يعني أنت تدخل على اللعبة اوكي، أو راح تدخل تشوفه بوجهك، فتشوف إنه اكو هنا وجه وهنا عيون وهنا خشب وهنا اكو حنين. فهذا الشيء اللي هواية ناس يعني قالوا انه اللعبة ماسونية واللعبة تابعة لمنظمة ماسونية لازم نقاطعها بعد ما نلعبها. فهواية ولد قاموا يراسلوني بالفيسبوك انه اللعبة هذه بعد ما نلعبها نقطعها. هذا الشيء راجع لك، يعني انا ما لي اذا تقطعها واذا لا. اللعبة يلعبوها الملايين، اذا تشوفون هنا على اساس انه هذا رسمه للشيطان، يعني هو رسمه الشيطان عنز ما ادري عنزه ما ادري صخله ما ادري شنو. فهذه يعني الفكره الاساسيه من يعني دائما قاعد تشوفون الماسونيه قاعد تنتشر بالالعاب بالافلام بالاغاني بكل مكان على ما تترسخ بعقول الناس. اوكي، فانا انطباعي حول هذا الموضوع ما قاعد اشوف انه اي ماسونيه بالموضوع، يعني مجرد انه وجه مال الثعلب او وجه مال الكلب ما ادري، حتى يمكن اذا كان عنده قرون ما اشوف انه بيها ماسونيه بالسالفه. وحتى لو كان اللعبه راح نظل ناخذ من عندها اللي نريده ونستمتع بيها. فالمهم هذا كان موضوعي حول الماسونيه بلعبه كلاش اوف كلانز. انا اشوف فد شيء يعني تافه وحصل على اكثر ما يستحقه. ما ادري هذا على مود لايكات على مود رتويت يسوون هيك ضجه، يعني خالين صوره مال شيطان وبصفه صوره لهذا المكان. فالمهم خلصنا من هذا الموضوع، موضوع الحبشكلات هذه مال بني صهيون هنا. خلينا نبلش هسه بالمقطع. طبعا قاعد تشوفون القريه شويه بيها تغييرات سويتها. قاعد تشوفون هذه الاشجار، هذا الديزاين هذا اللي قاعد اسويه الان تقريبا وصلت من عنده 50% او 60%. قاعد اوزع اشجار داير ما داير هذا الخط، انا تصير في التصميم حلو بالنهايه. بالقريه ماكو في التطويرات داخليه للاشياء اللي عندي اياها، لان قاعد اطور الحائط هسه كليته ليفل 8. اغلب يعني الاغلب قاعد اطوره ليفل 8، لان من اوصل ليفل 8 اقدر اطوله اقدر اطوره بالاكسير الوردي. فهنا هذا طورته كليته بالاكسير الوردي، لان ما احتاج الا الاكسير الوردي بعد. طبعا هنا عندنا رؤوس اقلام، خل اقرا لكم. هنا ليجا جديده، عندنا هنا دارك سبيل فيكتوري 3 سبيلات جديده، وهنا عندنا تشاكوزي مال الملكه. فماكو في شيء جديد، يعني اذا تريد تقرا وتفتهمه انت بعد بدقتك وترتاح، يعني تقرا بدقه حاول اللغه على اللغه العربيه وراح تفتهم شو اسمه، ولو ما راح تفتهم شيء، لان مسمي لك شو اسمه الكلان مسمي قبيله خربت شيء يعني. طبعا اسم الكلان راح يكون يعني بالمستقبل راح استخدم هذا الاسم، اسمه AMI
شوي ما ادري احس نفسي داخل كي اس اي ام اي 40,000. ما ادري خليني اشوفكم شغله اكو هنا. يمكن من اذا تكتب ايسز داعش ايسز، خلينا نكتب ايسز قاعد تشوفون 4 نقاط، واذا تكتب داعش بالعربي هم 4 نقاط. فالمهم سولفنا وياكم عن حاول ابرز الامور اللي اخذها الابديت الجديد، وشوفناكم ابرز الامور اللي صارت بالقريه، وسوينا كلان. اتمنى الكل يطب بيه، اتمنى الليفل فوق ال 65 واكثر، يعني ليفل 70 وهاي السوالف. عن شوي نسوي حروب قويه. فالفيديو القادم ان شاء الله راح يكون تحديات كلاش اوف كلانز، يعني الفيديو القادم لهذه اللعبه راح يكون تحديات كلاش اوف كلانز. راح اختار التعليقات اللي تكتبوها بهذا المقطع وراح انشرها ان شاء الله بالفيديو الجاي. فاكتبوا لنا تحدياتكم، اكتبوا لنا الامور اللي حابين تشوفوها. فهذا كان كل مقطع يا شباب، شكرا لكم على المشاهده، في امان الله، مع السلامه.